المرات كتحسي براسك درتي كل شيء، كتفكري، كتخططي، كتعاوني، كتعطي بلا حدود. فاش كيسالي النهار كتلقاي راسك مرهقة ومحبطة وما فهمش علاش. كتسولي راسك فين مشات ليا الطاقة، فين مشات طاقتي. اليوم غادي نحاول نفهموا الفرق ما بين الأنوثة المرهقة والأنوثة المتزنة. هذا الفيديو غادي يكون الجواب على بزاف ديال الأسئلة أنا متأكدة شحال وهي كدور لك في الراس، وبغيت نقول لك التغيير سهل، خاصنا غير نعرفو منين نبداو. كاين واحد النوع ديال النساء كتعيش حياتها وهي دائما مرهقة، ماشي حيت عندها خدمة كتيرة أو عندها الولاد ولا مسؤوليات ثقيلة، مرهقة من الداخل حيت كدير بزاف د الحوايج وفوق من جهدها وكتلقايها ساكتة كتقول أنا بخير، ولكن في الحقيقة كتلقايها كتقاسي بوحدها وفي صمت. هي اللي كتسابق مع الوقت، كتجرب غا تكون كاملة، كتخاف تغلط، كدير كاع اللي في جهدها باش ترضي الناس. كلشي كيشوفها قوية، ولكن من الداخل كتلقايها عيانة متوترة، حاسة انها ديما خاصها دير كتر وكتر غير باش تبان. هي اللي كتفكر في كاع الناس اللي دايرين بيها، هي اللي ما كتطلبش، هي اللي كتلقايها هازة الدنيا فوق كتافها وما كتبين والو. وسط هاد الشي كاملو كتلقايها ناسية راسها، كتنسى ترتاح، كتنسى تحب، كتنسى تعيش بأنوثتها الحقيقية. كتولي الطاقة ديالها ماشي طاقة حب، ولكن طاقة إثبات، طاقة قتال وطاقة استنزاف. في الجهة الأخرى كاينة المرأة اللي كتعيش بتوازن، ماشي حيت ما عندهاش مشاكل، لا، ولكن حيت اختارت تهتم بروحها بطاقتها، اختارت تعيش بالأنوثة الكاملة ديالها ماشي تهرب منها. هي اللي كتعرف تقول لا ملي عارفة شي حاجة غادي تستنزفها، كتعطي ولكن من قلب ممتلئ، يعني ملي كيكون عندها الشايط ماشي كتحيد من راسها باش تعطي. كترتاح بلا ما تحس بالذنب، وكتخدم بلا ضغط بلا ستريس، ماشي كاملة ولكن حقيقية ومتزنة. الفرق ماشي في الشكل أو في النجاح، الفرق في الطاقة. وحدة كتعيش بطاقة مرهقة والأخرى بطاقة أنثوية فيها سلام وجاذبية. أنا وانتي نقدروا نختاروا نرجعوا للتوازن ديالنا، نرتاحوا، نديروا بوز ونسمحوا لريوسنا نعيشوا، ما نبقاوش نحاولوا نكونوا كاملين، حيت الجمال الحقيقي ماشي في المثالية ولكن في الصدق مع النفس. إلا وصلتي لهنا فعلا راكي من النساء اللي باغيين يتبدلوا ويعيشوا حياة طاقية متوازنة هانية ومرتاحة. في الفيديو الجاي ان شاء الله غادي نعطيك خطوات عملية بسيطة باش تبداي تحولي من هاد الحالة ديال الانهاك للطاقة الانثوية الراقية والمتزنة. ما تنسيش ديري سبسكرايب وتفعلي الجرس باش يوصلوك الفيديوهات الجايين. خلي لي في التعاليق الافكار والتساؤلات اللي عندك. خليتك على خير ونتلاقاو ان شاء الله في الفيديو الجاي.